بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. سلام ونعمة الرب يسوع المسيح يكون مع كل السامعين، ويا رب تكونون بألف خير. اليوم راح يكون الفيديو شوية مختلف. اليوم راح نرد على تعليق كتب في صفحة الأخ ماريو، الرب يبارك حياته، من قبل أخ مسلم اسمه هاني. طبعا أنا أطلب الإذن من الأخ ماريو أنه أرد على هذا الأخ اللي كتب تعليق: بماذا تفسر المذابح التي ارتكبت باسم المسيح خلال الحروب الصليبية وتنصير وتهجير مسلمي الأندلس؟ أريد جوابا واضحا. أخ هاني، أنت قبل ما تسأل بماذا تفسر المذابح التي ارتكبت باسم المسيح من خلال الحروب الصليبية، يا ريت يكون عندك الشجاعة تقول لماذا حدثت الحروب الصليبية؟ ما هو سبب حدوث الحروب الصليبية؟ راح نشوف سوا الحروب الصليبية لماذا صارت، لماذا حدثت. الحروب الصليبية كانت نتيجة الغزوات الإسلامية المتكررة على مسيحي الشرق ومسيحي الغرب. بعد موت محمد رسول الإسلام، رسول المسلمين، غزا المسلمون دمشق المسيحية، غزا المسلمون أنطاكيا المسيحية، غزا المسلمون القدس والإسكندرية المسيحيتين. وصلت الغزوات الإسلامية إلى جنوب إيطاليا وقبرص والأراضي المجاورة، وخطفوا آلاف النساء كسبايا وجاريات من الطوائف المسيحية. غزا المسلمون إسبانيا، وبحلول 715 أصبحت كافة الأراضي الإسبانية تحت سيطرة المسلمين. حاصر المسلمون القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية المسيحية، وتم فك الحصار. غزا المسلمون فرنسا حتى أوقفهم شارل مارتيل بمدينة تور الفرنسية. نادى حكام الأندلس بغزو فرنسا مجددا، وحشدوا جيوشهم لاجتياحها ولكنهم فشلوا. غزا المسلمون صقلية وإيطاليا ونكلوا بالرهبان. بقيت صقلية تحت الحكم الإسلامي لغاية سنة 1092. غزا المسلمون روما وأرغموا البابا على دفع الجزية. غزا المسلمون فرنسا للمرة الثالثة وتم صدهم. في سنة 1090 أعلن البابا أوربانوس الثاني الحرب الصليبية الأولى. إذن الحروب الصليبية تمت بسبب الغزوات الإسلامية، بسبب قتل المسيحيين، بسبب التنكيل بالرهبان، التنكيل ببابا الكنيسة، بسبب أخذ السبايا المسيحيات كجواري وكسبايا. إذن الحروب الصليبية جاءت للدفاع عن شرف المسيحيات وعن عرض المسيحيات، جاءت للدفاع عن الكنيسة. هل هاي كلها الأسباب أنت متى تشوفها سبب كافي لحدوث الحروب الصليبية؟ على فكرة القتل والأمر بالقتل هو من أساس الإسلام. في حديث صحيح لرسول الإسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. راح نسمع سوا فيديو للشيخ ده يتكلم إنه القتل هو أساس في الدين الإسلامي. نسمع سوا. ينصر. لذلك العلم الغربي يرفض إذا اقتربت من السيف يقول لك لا السيف الذبح، لا الله يخليك إن شاء الله أنا هذا الموضوع. لذلك العلم الغربي لا يقبل أن يحكم على الإسلام. هل هذه البلاد فتحت بالجاتو والسنيكرز والكتكات؟ هذه البلاد الشام، نعم، شيوخنا بيعرفوا فتحت بالسيف. دماء الصحابة روت هذه البلاد وغيرها. أكثر من 110,000 صحابي خارج الجزيرة قتل منهم واستشهد أكثر من 100,000. بذلوا الدماء والأشلاء والعرق من أجل أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. في أحد المعارك سيدنا خالد نوريد ذبح من العرب النصارى أكثر من 70,000 في موقع معروفة.
قال والله إن مكنتنا دعا الله وقال يعني عسكر أسرى مدنيين حرق، يعني هذه لا اسمح لي، أنا بحكي بشكل عام. الآن في الحروب الدماء والأشلاء والعرق من أجل أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. في أحد المعارك سيدنا خالد نوريد ذبح من العرب النصارى أكثر من 70,000 في موقع معروف. أنا عدت هذا المقطع بالذات حتى أثبت من كلام الشيوخ أنه خالد بن الوليد قتل أكثر من 70,000 مسيحي بريء لنشر الإسلام. بعد كل هذا تشوف أنت أنه الحروب الصليبية ما إلها داعي، ما إلها سبب. أخي الرب يسوع قال في إنجيل يوحنا إصحاح 16 آية 2: سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله. وهذا الشيء فعلا دا يصير في العراق، قتل الرهبان، قتل المطارنة، قتل المسيحيين. في تركيا قتلوا أكثر من 5 مليون أرمني بسبب الدولة العثمانية، بسبب انهم مسيحيين. هاي المجازر كلها اللي صارت في تركيا للأرمن وفي العراق، في مصر، في كل الدول العالم، ما تقدر تحكي عنها، ما تتجرأ انه تتكلم عنها. فأتمنى بعد هذا الفيديو، أتمنى انه انت تسمع هذا الفيديو وتشوف من هو اللي يدعو للقتل ومن أمر بالقتل. ربي يبارككم.